البسلة كل يوم بسعر، فاحنا مش هنقعد نستناها لما ترخص. لما ترخص مش هتبقى حلوة، هتنشف. فهي عزها الطوبة دوت كده بتبقى البسلة مسكرة عسل. بصوا بقى، لما تجيبوا بسلة ما تجيبوهاش من عند بتاع الخضار، هاتوها من عند الناس الفلاحين اللي قاعدة. ده احلى بسلة تاكلوها سكري من عند بتوع الفلاحين دول. طبعا بتبقى دي نوع ودي نوع، انا معرفش، بس دي بتبقى مسكرة ودي لا. فهو احسن خضار انا بحب اجيبه من عند الفلاحين، هي دي احسن خضار تجيبوه اذا كان بسلة او قلقاس او خضرة. حتى بصوا الخضرة بتاعتهم عاملة ازاي، كبيرة كده وحلوة وليها ريحة كده جميلة. وده بقى الليمون، الليمون طبعا غلي، فطبعا بقى ايه يعني احنا اتأخرنا بقى لما جينا نشيل بقى ليمون كده. انا جبت كيلو، كنت قبل كده جايبة كيلو. بصوا بريحني، الليمون بيوصل ساعات 50 جنيه. ماشي، طبعا هو بيغلى، ده معروف ان هو اول ما بيكون الليمون الاصفر كده مشي كده وبينزل الليمون الاخضر ده، فتلاقوا كده ودخل شم النسيم تلاقوا الليمون خلاص رفع. تلاقي ناس بتبيعه ب40 و45 و50، كل واحد بيبيعه بسعر، زي ما كل حاجة حد بيبيعها بسعر. فاحنا على ايه، نجيب 2 كيلو او 3 كيلو زي ما انتوا عايزين، وتشيلوهم بقى كده في الفريزر. هقول لكم نشيلهم ازاي. هنا كده بقى اخرط الجزر كده على البسلة مكعبات صغيرة. بصوا بقى البسلة ديت انا بعملتها بطريقتين، والطريقتين احلى من بعض. ممكن تعبوها زي ما هي كده في الفريزر، وممكن تحطوها في ايه، في ميه سخنه. هي طبعا الحاجه لما بنشيلها زي ما هي كده ما بتفقدش القيمه الغذائيه بتاعتها. خلاص كده، طبعا هي ده اتحطت في ميه خلاص فقدت القيمه الغذائيه بتاعتها. لا هي فيها بس بيبقى النسبه قليله يعني. هنا بقى هروح مخرطه كده الجزر كده واعبيهم، احطهم كده على جنب. وتعالوا نشوف بقى الخضره بتاعتنا ننضفها كده. خلصناهم. بصوا بقى، همسك بقى اللي هم المتلجين دول هشيلهم خلاص بقى باظوا ملهمش لازمه. خلاص كده، وهنضف كده الكزبره. بصوا دول كانوا 3 حزم كزبره وحزمتين بقدونس على حزمتين شبت، او حزمه بقدونس واحده وحزمه ايه، هم كانوا كل حاجه 3. انا سحبت منهم طبعا. كده بقى هنضفهم، هنستغلهم، حرام نسيبهم في التلاجة لحد ما يبوظوا. ساعات بنبقى عايزين نعمل محشي، ماشي، ونبقى مكسلين ننزل نجيب خضره، فنقول بلاها خالص حكايه المحشي. فاحنا بقى بنروح ما شايلينهم كده في الفريزر. بص انا كل ما بنزل بجيب مثلا، لو انا هجيب 3 للبيت اروح مثلا جايبه ايه 6، اروح واخده 3 كده غسلاهم، واروح ايه مخليهم كده لايه، عبيهم كده في كيس واشيلهم في الفريزر. عايزه اقول لكم بتنفع، بس عندي الاستعمال بقى نستعملها ازاي، المهم نستعملها صح. عايزه اقول لكم انا كنت يعني من كام سنه فاتوا ما كنتش يعني كنت بشيلها، بس بشيلها بطريقه تانية. بعمل ايه مثلا، عندي مثلا تقليه محشي، عملت تقليه زياده، طبعا اكون جايبه خضره زياده، اروح عامله ايه بقى، اروح جايبه الخضره دي طريقه برضو حلوه مش وحشه. اروح جايبه الخضره ديت اللي انا قطعتها، او مقطعه خضره تاني زياده، واروح حطهم في حبه تقليه واحطهم فين، في علبه واشيلهم في الفريزر. اجي مثلا اعمل محشي، الاقي علبه التقليه دي فيها خضره، كده بقى عندي خضره في الفريزر. كانت بتنفعني بدل ما ايه انزل اجيب خضره، او انزل عندي حاجات للمحشي فالخضره موجوده. هنا بقى انا غسلتهم غسله تمام، بصوا غسلتهم غسله حلوه، وحطيتهم كده في ميه شويه. وتعالوا بقى كده نجيب طبق، ونجيب فيه مصفى كده حلوه تكون كبيره، عشان ايه، اي زياده من الميه تنزل. خلاص كده، هي دي اهم حاجه، الميه ما يكونش فيها ميه كتير. وهنخرطها بقى على ايدينا عشان تبقى ناعمه كده وحلوه. خرطهم كلهم كده. بصوا هسيبهم بقى كده في المصفى كده ينزلوا اي زياده من الميه، واركنهم على جنب. تعالوا بقى نشوف الليمون. طبعا بصوا يعني كده هتجيبوا ايه، حبة، بصوا الليمونة حلوة اساسا وجامدة كده. هتجيبوا كده ورق بتاع كراسة مكتوب فيه مش مكتوب فيه مش هتفرق. عايزة اقول لكم الطريقة دي تحفة، انا عندي منه من السنة اللي فاتت في الفريزر لحد دلوقتي. وساعات لما بلاقيش ليمون، اما فاضلين 2 باني، لما بلاقيش ليمون بلاقيها عندي في الفريزر. بصوا الليمون اصلا لما بيقعد في التلاجة من تحت ما بيكملش 3 4 ايام وتلاقوه ايه ضرب كده. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي تحفه بجد.
بيقعد معاكوا زي ما تيجوا تطلعوا الليمونه تلاقوها بس هي كل اللي فيها يعني بصوا متلجه، تحطوها في حبه ميه قبل ما تستعملوها تلاقوها زي ما هي. بصوا بقى هنجيب حته ورق على قد الليمونيه كده ونروح لفينها بيها، طريقه مضمونه وجربوها 100%. كده انا خلصت كل الليمون، فاضل عندي بقى كده ايه 4، رحت مخليهم كده في التلاجة لان اللي كانوا عندي باظوا. خلاص كده وهجيب كيس وارصهم رص بقى، مش هعبيهم كده وكركب بيهم الفريزر. ما احنا كل ما نحط الحاجة بنظام ونعبيها نفرزها صح، الفريزر عندنا هياخد كمية زي ما انتوا عايزين. خلاص كده بصوا انا هرصهم هرص كل 3 جنب بعض عشان ياخدوا ايه على قد ما ايه يعني ياخدوا مساحة حلوة، واطلع منهم طبعا الهواء، واحاول ان انا ازنقهم كده عشان ياخد كمية حلوة في الكيس. ما احطش في الكيس 2 3 واقول ايه لا خلاص مش هتربط، لا كده احسن. طبعا هو احنا في الايام ديت اي حاجة تجيبوها كده تفرزوها وتشيلوها على طول في الفريزر، هتنفع معانا في اي وقت. طبعا الحاجة لما بتتحط في التلاجة احنا بنخسرها، فنشيل منها ناخد كفايتنا. مثلا لو احنا جايبين كيلو خلينا مثلا ربع كيلو في الفريزر في التلاجة، نص كيلو والباقي نروح ايه شطار كده نروح كيسينه في الفريزر كده وشايلينه. تعالوا بقى نشوف البسلة ال2 كيلو دوت انا هعمل منهم كام اكلة. طبعا كل واحد حسب ايه استعماله. انا حطيت عليهم ايه 3 جزرات دول ال2 كيلو. خلاص كده واروح مقلبهم ببعض كده عشان يبقى البسلة بالجزر كلهم مختلطين. هجيب بقى طبق كده، الطبق اللي يعجبكم، واروح عامله ايه معبيه كده الطبق كده. هنا بقى لو في قشره ولا اي حاجه لاني كانت معايا واحده عماله تفصص معايا يعني، هم كلوهم قبل ما يفصصوهم. واعبي كده الطبق واخد من الجزر على البسله، ما اخدش كميه بسله كتير ولا كميه جزر كتير، حاول نبقى متعادلين كده. واروح حطهم كده في الكيس. دي عندي كده طبخه. خلاص كده. طبعا لو انتوا بتطبخوا نص كيلو مثلا، لو بتطبخوا كيلو الا ربع، انا بالنسبه لي كده حلوين دول طبخه. يعملوا معاكي طبق يعني بتاع طبقين. انتوا عايزين بقى تزودوا الطبخه، يا تزودوا في الكميه اللي انتوا تعبوها في الكيس، يا تاخدوا بقى كيسين حسب ما كل ما بتستعملوا. كده انا عبيت البسله، طلعوا معايا كام اكله يا ستي؟ طلعوا معايا 3 طبخات. خلاص كده. والخضره بقى قلبتها ببعضها كده، خليتها كلها مختلطه ببعضيها كده عشان تبقى ايه واخده من الشبت واخده من الكزبره واخده من البقدونس. وهعبي على قد ما انا بحط ايه في الطبيخ ايه في المحشي بتاعي. خلاص كده. بصوا بقى الخضره عشان تستعملوها صح، طبعا انا هشيلها في الفريزر. اوعي تطلعيها من الفريزر وتسيبيها لما تفك. هتطلعيها كده من الفريزر، عندك التقليه على البوتاجاز، تروحي مفضيها بتلجها كده وحطها فين في التقليه، هي تفك في التقليه هتلاقوا خضرها زي ما هو مفيهاش اي حاجه وريحتها زي ما هي. اهم حاجه تصفوها من الميه حلو وتغسلوها حلو، تحبوها في الكيس وتطلعوا منها الهواء، تفضل زي ما هي في الفريزر. عايزه اقول لكم طبعا هي موفره للوقت وموفره لكميه الخضره اللي احنا بنجيبها بعد كده غاليه. بس خلاص معانا الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.